السلام عليكم. سألنا الشيخ عن التقليم، ده فيديو. سألنا الشيخ عن الري، ده فيديو. سألنا الشيخ عن فايدتها للشجر، ده فيديو. للزرع اللي تحت وإنتاجه وزيادته، ده فيديو. والنهارده الفيديو الرابع على ما أتذكر دلوقتي، السماد. أنت يا شيخ زودت، أنت بما إن أنت زرعت أشجار في وسط محاصيلك، زودت السماد عشان الشجر. ماشي، الخدمه بتاعتنا بس شويه وخلاص. الخدمه بتاعت شهر يناير زي ما اتفقنا، ما حطينالهاش جرام سماد طول السنه. الراجل بيسمد زرعه وبيروي زرعه وهي راكبه ببلاش. حتى الخطوط اللي فيها الزرع هي ما تسمدتش، يعني هي لا خدت سماد قبل كده ولا بعد كده. سمعته؟ يعني نفسها ما تسمدتش. يعني هو بيحط سماد في خطوط الشجر، بعيدة الزرع بعيدة للشجر، مش في خط الشجر بتاع البولونيا، اعتمادا ان هو عمل لها الخدمه الشتويه في شهر يناير. خلاص. فحتى السماد الجديد اللي بيحطه للزرع بس، مش في خطها اللي بين الشجر بس، اللي هو ما بين الشجر بس. فالشجره لا بتاخد جرام سماد طول السنه واخده مع الزرع اقل حاجه، ولا بتاخد لتر ميه واحد ولا نقطه ميه واحده. اللي انا عايز اقوله بقى، ما اعرفش برضه يا عم، ده احنا اتكرعنا خيار والله. انا مفيش ربنا يزيدك وربنا يبارك لك وربنا ينتج لك ويطلع لك احلى خيار واحلى محصول واحلى كل حاجه ويزوده. اللي انا عايز اقوله له بقى، يمكن هو مش واخد باله منه، احنا يا جماعه لما بنسمد الزرع ده بياخد النيتروجين اللي في اول 30-40 متر سنتي بالكتير. جدر البولونيا بينزل ضعف دي في اول سنه او سنتين، بينزل له لغايه نص متر، 60 سم 70 سم. هو بياخد من تحت، وخلي بالك كلمه بياخد من تحت دي تفيد الارض، لان انت لما بتتراكم النترات او اليوريا في الارض بتاذيها. لكن انت لما بتروي ودي تسحب اللي في ال 30-40 سم اللي فوق، ودي تسحب اللي في ال 30-40 سم اللي تحتيهم، انت حسنت الارض. وطبعا جدرها الوتدي كتر صرفها، فانت حسنت جوده الصرف. فالشجره دي يا جماعه بتحسن التربه وبتحسن لك الزرع وبتحسن لك الصرف، وكل ده ببلاش او بالخدمه الشتويه بتاعت شهر يناير فقط لا غير. وفي فيديوهات في اوروبا بيعملوه مخصوص للحاجات دي. وعشان كده في اوروبا يقول لك ايه، هذه الشجره بتسحب العناصر القيمه من على بعد متر من التربه وترجعها لك على وش التربه عشان تقدر تزرع محاصيلك الحقليه وخصوصا البقوليه. الجمله دي لو مش حد فاهمها انا شرحتها، لان كده كده الارض على بعد متر ما فيهاش عناصر. انت اللي حاطط اليوريا وانت اللي حاطط النترات وانت اللي ممكن تكون خدمت بسلفات النشادر او خدمت بالسباخ البلدي الناشف القديم. فاللي بيترسب منه او المتبقيات بتاعته اللي نزلت على بعد متر، الشجره بتسحبه وتحطه في الورقه بتاعتها. فلما الورقه تقع في الارض اللي هي عاليه النيتروجين وتقلبها في الارض، فانت رجعت تاني اليوريا والنترات اللي وقعت منك، اللي زادت عنك، اللي اتحطت ومحدش النبات ما لحقش ياخدها ونزلت تحت، هي جابتها لك تاني. هي جابت لك النترات واليوريا تاني اللي نزلوا منك تحت، جابتهم لك وطلعتهم لك في ورقها ورميته انت في الارض، فرجعته تاني لل 30-40 سم الاولانيه. عشان كده انا بقول هي سمات قوي جدا لزياده خصوبه التربه وتحسينها. مبروك عليك وعلينا يا شيخ. طول 3 متر ونص في نمو 2 بس. مع السلامه.